وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا أن يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة ولا شرقية لا شرقية ولا غربية يكاد
نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم في هذا الصوت الطيب المبارك. نشرع الآن في صلاة المغرب ثم نواصل حفلنا هذا بعد الصلاة مباشرة. طابق العلوي مفتوح. الإخوة الذين هم خارج المسجد يصعدون إلى الطابق العلوي. يقومنا في صلاة المغرب فضيلة القارئ عبد العزيز سفير. يتفضل مشكور مأجور. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.
سمع الله لمن الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الله
الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
هذا ان شاء الله بريك. الله فيك. أنا أمسك. ها؟ 46 بس. الصحة شوي بعد شوي ورا المسؤول. خلي ورا المسؤول عليه بعدها شوي. عليك الشيخ خرج شوية بلال شو تالي بلال نقيسها برجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. جاوزت حدا في الغرام فلامني صحبي وقالوا قد أتيت عظيما، فأجبتهم إني أحب محمدا صلوا عليه وسلموا تسليما. نفتتح هذه الجلسة الثانية بكلمة طيبة عطرة
إن شاء الله ستلقى آذانا سامعة وقلوبا واعية. فضيلة القارئ والإمام الخطيب بلال بن محمود من دولة تونس يتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا يا رب من لدنك علما واخلاصا دائما يا رب العالمين، آمين. الشوق حركني بغير تردد والحب أبحر في غرام محمد، فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره صلى الله عليه وسلم نكفى الهموم ونهتدي، وإلهنا أوصى فهيا رددوا يا رب صل على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، نور الأبصار وضيائها، عافية الأبدان وشفائها. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم أكرمنا بالقرآن، اللهم لا تهمنا بالقرآن، اللهم يا رب ارفع شأننا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أحييكم من تونس الخضراء إلى الشعب الجزائري العظيم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم إلى الجنة منزلا، والتحايا القلبية العطرة إلى الشعب الجزائري عامة، وإلى شعب كويت سوق خاصة، وخاصة إلى هذا الحضور الطيب الذي يجتمع حول القرآن الكريم. ونرحب بفضيلة العلماء والقراء، وعلى رأسهم أكبرنا علما وسنا الذين اقتبسوا من اسمه حديثا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيخنا وأبونا الشيخ رياض شرم يحفظه. علاش؟ لأنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. نحب كل واحد حاضر معنا من الصغار والكبار، كل الحضور أنه من داخل، خلينا نتكلم بالتونسي سامحوني لأنه اللهجة التونسية قريبة للهجة السورية خاصة، من شويش نقول الحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن. الحمد لله على نعمة القرآن. باش نقول آية قالها ربي سبحانه وتعالى، ونحن في 2023 سويعات وندخل في العام الجديد، كثير من الناس غافلون. سأبتدئ آية أقرأها واسمعوها بأرواحكم لا بأسماعكم. سأقرأها دون تجويد، لكن أردت أن تصل إلى القلوب. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أقسم بالله العلي العظيم ثلاثة، ونحن في هذا المسجد المبارك المسمى بمسجد المصطفى، أن الله تبارك وتعالى قد اصطفانا في هذه اللحظات المباركات، والناس غافلون كما ذكرت في الآية. الدنيا كلها تتزين في هذه الليلة كما كنت أقرأ الآية، والناس يغفلون في هذه اللحظات المباركات، لكن الله سبحانه وتعالى اصطفانا في هذه اللحظات المباركات، والملائكة تطوف بنا في هذا المجلس المبارك، والله رب سبحانه وتعالى يحبنا، لكن نحن مقصرين مع رب سبحانه وتعالى. نحن مقصرون مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن مقصرون مع القرآن العظيم،
نحن مقصرون مع صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقصرون أيضا تجاه القرآن العظيم، لكن الحمد لله رب العالمين للاستدراك. لكن هذه البلدة الطيبة التي شرفني الله تبارك وتعالى بالحضور معكم فيها قد شرفها الله سبحانه وتعالى بإعلاء القرآن الكريم وبإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى من خلال ما شاهدناه البارحة في الدفعة الجديدة التي شرفت بحمل أمانة عظيمة قد أشرف عليها سيدنا وتجروس الكل الشيخ أحمد الدوش ومن معه من معاونين ومحفظين، فلله الحمد والمنة. والله أقولها من هذا المنبر ومن هذه اللحظة، محروم من لم يدخل حلقة القرآن، والله محروم، والله لم يعرف الدنيا أبدا ولم يعرف الله تبارك وتعالى أبدا. أي واحد منا داخل لابد أن يصحح النية. ثمة حديث يرويه سيدنا البخاري ومسلم رضي الله عنهما، والحديث ابتدأ به الإمام البخاري كتابه، حديث عظيم جدا ينبغي لكل واحد منا أن يجعله بين عينيه. وطبعا كما نقول يعني السوافة يعني ما شاء الله لهم اللهجة التونسية يعني قريبة، أكيد تتفرجوا في ستي عزيزة اللي فيها مبابوشة، قالوا نعطيك واحدة بين النواظر. ثم كلمات نحب نحطه بين النظر هنا، نحطهم خليهم لهنا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت لما خرجت من دارك وسمعت الإعلانات أنه ثمة كوكبة من القراء سيحضرون هذه الأمسية، شنو نويت وقت اللي خرجت من دارك؟ والله من خرج من بيته وجلس في هذا المجلس بنية أن يشفيه الله تبارك وتعالى فسيشفى. والله العظيم، والله ثلاثة، من دخل بأي نية بها تفريج الكرب وبها الشفاء من كل داء وعنده أي دعاء يريد أن يستجيبه سبحانه وتعالى، فعليه أن يدخل بهذه النية المباركة. وربنا تبارك وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فكل واحد منا ينبغي له أن يصحح نيته. شوفوا سبحان الله، والله سيد العريس أنا أهنئك بهذه العرس المبارك والعقبة للشباب إن شاء الله، والعقبة اللي يحب يعاود إن شاء الله يكون إن شاء الله. حبيت أقول احمد الله تبارك وتعالى أن أكرمك ربنا تبارك وتعالى في خلال العقد المبارك هذا وإشار الزواج بحضور أهل القرآن. هذه نعمة كبيرة تحمد ربي سبحانه وتعالى، وبعد تروح لدارك سيدي البيت تصلي ركعتين شكرا لله تبارك وتعالى. ممكن يكون القائل علاش؟ لأنه نحن جمعنا القرآن، وحب القرآن هو الذي جمعنا، والله سبحانه وتعالى يسر له هذا الإشهار بحضور مشايخ جلاء وحفظ القرآن. هذه نعمة كبيرة. غيرنا كما قال سيدي قبيلة يعني ممكن ضايع، ممكن بعيد يعني على الصحبة الصالحة، كما قال يعني شكسبير بين قوسين: قل لمن تصاحب أقول لك من أنت. لكن سبقه رب العزة تبارك وتعالى وقال في سورة الزخرف في آخرها: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا شكون؟ المتقين. لما ضرب الله سبحانه وتعالى مثل أبي بن خلف وصاحبه في سورة الفرقان لما قال سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم ركزوا خليل ركزوا. حفظ القرآن ليس حروف فقط، وإنما لابد أن نتفهم تسلسل الكلمات. شوف الأصل يقول يا ويلتى فقط، لكن قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. علاش؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أنا نحب الحضور اليوم. يعاهدون الشيخ أحمد الدوش ويعاهدون أسرة جامع المصطفى المسجد المبارك أنه العام القادم أو العام بعد القادم تكون دفعة 100 حافظ بإذن الله. موافقين إن شاء الله بإذنه سبحانه وتعالى. هذا هو يلزم بإذن الله العام القادم أو العام بعد القادم تكون الدفعة 100 حافظ لكتاب الله تبارك وتعالى.
علاش؟ لأنكم أنتم المؤسسون، أنتم الذين اختاركم الله تبارك وتعالى لحمل هذه الأمانة. فأردت من خلال الكلمة أن أقول لهؤلاء الطلبة المباركون الذين شرفنا الله تبارك وتعالى اليوم بالجلوس معهم أنهم هم أحسن منا عند الله تبارك وتعالى، هم أفضل منا عند الله تبارك وتعالى. وأذكرهم بما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في لاميته الشاطبية المشهورة لما قال: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجللا، يناشد في إرضائه لحبيبه فأجدل به سؤلا إليه موصلا. اسمعوا ماذا يقول: فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا. القرآن لا يقرأ إلا في المآتم أو الأفراح أو المناسبات، لا، أنت تبجل القرآن في كل حال. ماذا يقول؟ هنيئا مليئا ورجاك عليهما ملابس أنوار من التاج والهدى، فما ظنكم بالنجم عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، أولاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. أختم هذه الكلمة حتى لا أطيل عليكم. كما ذكرت لأبناء الطلبة في المساء يعني في القيلولة، نحن في الحقيقة عندنا أب وأم بيولوجي، يعني خرجنا من صلبهما أمي وبابا، لكن في الحقيقة ثم أب روحي، أب روحي اللي علمك كلام ربي سبحانه وتعالى، اللي علمك كيف تنطق كلام الله، الذي جعلك تتصل بأفضل سلسلة على وجه هذه البسيطة حتى يصبح اسمك مذكور، قرأ فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعظم شرف. هذا البوك الروحي لابد أن تتفقده، ولابد أن تسأل عنه، ولابد أن تزوره. علاش؟ لأنه بوك الروح يقول فيه أحد الشعراء: فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أنت بالروح لا بالجسم إنسان. آخر كلمة أقولها يا أخياني، يفتح علينا ربي جميعا، قولوا آمين. أنه لما نقرأ القرآن لا نقرأه باللسان فقط، وإنما نقرأ القرآن بأرواحنا. من قرأ القرآن بروحه تعلو نفسه وتحلو روحه، ويكون من ضمن ما قاله سيدنا عثمان بن عفان فيما معناه أن القرآن يتلقونه بالليل ويعرضون أنفسهم عليه بالنهار. ولذلك يا أخياني لابد أن نتشبه بالقرآن. وأحيطكم علما أن الشعب التونسي شاهد البارحة هذا العرض المبارك العظيم الضخم الذي فيه دفعة 50 طالبا للقرآن الكريم. والله ذكرت لهم في السيارة بعد الفطور أنه فيه أحد الأشخاص ما يصليش بتاتا، ما يصليش، عاش يصلي. البارحة لما رأى الصور وأحد الصبية يبكي هكذا بدموعه فرحة قال لي: من اليوم بشد نصلي. فهنيئا لكم يا أهل الخير ويا أهل البركة. ولا تنسوا في هذه الليلة المباركة أنه لما نشدوا الفرش بتاعنا باش ما نقعدوش كان في الفيسبوك والتيك توك والتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، لا، تذكروا ما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث لما قال لنا عندما تأوي إلى فراشك ماذا تفعل. فلا بد أن نستقبل سريعات العام الإداري الجديد بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذكر الله تبارك وتعالى وبالحب. وأختم ما قلته للطلبة بهذا الحديث الذي أقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ونحن من هذه الجلسة المباركة نفشي السلام لأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا في غزة،
نسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع مقامهم الدنيا وآخرة. والله هم الرابحون ونحن بإذن الله على خطاهم، لكن لا نملك إلا الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك مولاه. وأطلب من سيدي أحمد الدوش أن يتذكرنا وهو يطوف بالبيت العتيق إن شاء الله، وغدا بإذن الله سيزورون بيت الله الحرام هو وطلب إن شاء الله، وهم في روضة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكرون جميعا بالدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله في ضيفنا وضيف الجزائر وضيف ولاية الواد وضيف مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم. دفعة طوفان الأقصى التي كانت البارحة، وأشار إلي أحد الحضور، ونحن قد سمينا هذه الدفعة بدفعة طوفان الأقصى بعد أن كانت الدفعة الأولى 22 حافظا، احسبوا معي 22، والدفعة الثانية 35. كم يكون هذا العدد؟ وزيدهم 50 107. أشار أحد الحضور بأن 107 تعني 7 أكتوبر الذي بدأ به طوفان الأقصى. صلوا على رسول الله. فكان هذا العدد 107 حفاظ من مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، تاريخا سيدون وسيتذكره الصغار قبل الكبار. صلوا على رسول الله. هؤلاء الكرام من قراء وخطباء وأجلاء رفع الله ذكرهم ورفع شأنهم بين المسلمين، ولقد رفع من قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا رفع الشيخ بلال والشيخ عبد العزيز السعير والشيخ رياض والشيخ خالد الغريسي؟ من كان يعرفه ومن كان يعرف أحمد دوش، هذا العبد الضعيف الذي لا يساوي شيء لولا القرآن العظيم. القرآن العظيم هو الذي يرفع، فهلموا إلى القرآن العظيم. القرآن العظيم هو الذي يرقى بنا. ولقد ارتقى أعظم مخلوق وطئت قدماه الأرض، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى قال فيه القائل: نزلت عليك من الإله مهابة فاضت على أحد فمال وأسفل، لو لم تسكنه برجلك قائلا أثبت لأصبح ذائبا متحللا، لو كان قلبي تحت نعلك موطئا وتدوس رجلك فوقه لتبتلا، فلا أنت أرأف من عطوف مرضع غمرت بذرتها وحيدا أعولا، ولا أنت أجمل يا محمد خلقة. صلوا على رسول الله. ولا أنت أجمل يا محمد خلقة وأجل أخلاقا وأطيب منهلا، إن النساء وكن قبلك حطة، إن النساء وكن قبلك متعة، إن النساء وكن قبلك سلعة، أضحين في أنوار شرعك مشعلا، أنت الذي جعل النساء شقائقا وأزال صنع الوائدات من الفلا، وجعلت تحرير العبيد عبادة زلفى تنال بها الجنان وتجتلى، هذا كتاب ربك في البرية مشرق يحيي جهولا أو يقوم أحولا، لم يكشف العلماء سر حقيقة إلا وجاء بها كتابك أولا. فهلموا إلى القرآن إن كنتم تريدون رفعة، تعالوا إلى القرآن إن كنتم تريدون القدر والقيمة عند الله أولا ثم عند الناس ثانيا. وننتقل بأنشودة يقدمها ضيفنا العزيز ابن العزيز عبد العزيز إسلام، يتفضل مشكورا مأجورا.
فوالله ما مال الفؤاد لغيركم وإني على العهد باقي بعدت ولم يبعد عن القلب حبكم وردت وأنتم في الفؤاد حضور والله ما مال الفؤاد لغيركم وإني على العهد باقي بعدت ولم يبعد عن القلب
صادع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إليه لست أرجو سوى والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى للسماء ارتقى فأتى بالنقى وجهه منيرا مشرقا كان من عفوه حين حال اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عفوه لليتامى دفا حن قلبي له فهو شوقا إليه أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في غنيه منهجا وسطا كانت تسعده بسمة البسطا سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى بارك الله فيك على هذه الوصلة الإرشادية الطيبة العذبة بهذا الصوت العذب. فتح الله عليك فتوح العارفين بك وزادك من واسع فضله. انتقل إلى تلاوة قصيرة ممتعة مع قارئنا الحبيب الغالي الشيخ خالد الريسي. زيد تكمل. كما نرحب باسمكم جميعا بضيفنا الخطيب المفوه والإمام الفاضل محمد صغير بقاص أصيل حي الأصنام يتفضل مشكورا مأجورا. وهو إمام وخطيب بضواحي باريس ومدير معهد ابن الجزري لتحفيظ القرآن الكريم بباريس. يتفضل مشكورا مأجورا ليتحفنا بعد قليل بكلمة فله جزيل الشكر والعناء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله أرقيك والله يحميك من كل شيء يؤذيك ومن كل عين ونفس وهامة تؤذيك بسم الله أرقيك والله يحميك ويحفظك يا رب العالمين من كل شيء يؤذيك ومن كل عين ونفس وهامة تؤذيك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله
قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأزلزلنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظالمين صدق الله العظيم. قرأت كتاب الله وقرأت قراءة مخاطبة. القراءة الأولى وهو طالب الجزائري بقراءة أهل الصحراء وهي المقام الخماسي وهو ما يسمى بالقراءة الترتيب، والتي قرأ بها مشايخنا الكبار كالشيخ العلامة الكبير وهو عبد الشيخ محمد بن كبير رحمة الله عليه. والقراءة الثانية هي قراءة مدورة في مرتبة التدوير بين الحمل والتجويد والتحقيق، قرأت بهذه القراءة. والقراءة الأخرى المجودة. أما الدعاء والاسترقاء قد رقيت بها حبيبي وتلميذي وابني العريس فارس واتح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحميه. بسم الله يرقيك من كل شيء يهديك، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل عين ونفس وهامة تؤذيك. أسأل الله أن يجعلك تاجا في أي مكان حللت فيه ونزلت فيه. قولوا آمين. الله يحفظنا سبحانه على هذه التلاوة الطيبة. ننتقل إلى الشيخ رياض الجزائري عنده ابتذال التمر. يا موكبا لبدد حالك الظلم، يا موكبا بدد حالك الظلم، فأمة الإسلام لم تهدأ ولم تنم. هذه الجحوف أبو الزهراء قائدها، هذه الجحوف أبو الزهراء قائدها، صرح الجهالة بسم الله
دخلت مكة يا رسول الله، دخلت مكة يا رسول الله، والرايات خافقة، لو شئت أسلمتها للحق والعدم، عفوت لما رأيت العين باكية، أخ كريم وأسر عبرة الندم. عفوت لما رأيت العين باكية يا رسول الله، عفوت لما رأيت العين باكية، أخ كريم وأسر عبرة الندم. اليوم جئت إلى التاريخ، اليوم جئت إلى التاريخ أسأله ما كان منه حديثا أو به قدمي، فما وجدني شبها هم في السفوح وأنتم في ذوى القدم، هذه مبادئهم في شرعنا علم، هذه مبادئهم في شرعنا شتان ما بين النور والظلم، هذه مبادئهم في شرعنا علم، شتان صلى عليك الله، صلى عليك الله يا عالم الهدى، صلى عليك الله يا عالم الهدى. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه
صلى الله ينظر الكون إليكم يطلب البر لديكم ينظر الكون إليكم يطلب البر لديكم فاعلموا ماذا عليكم يا تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله إن تنازعتم فشلتم أو تخليتم ندمتم إن تنازعتم فشلتم أو تخليتم ندمتم أو تقاتلتم خذلتم يا أحباء محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا وحبيبنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
ننتقل بأسمى حضراتكم إلى كلمة وجيزة عن القرآن الكريم وعن تحبيب وترغيب الجميع دون استثناء لحلقات العلم وحلقات الذكر وحلقات القرآن الكريم مع إمامنا وشيخنا وحبيبنا محمد الصديق الدرسي. تفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ستكون إن شاء الله إشارات على السريع كما يقال بعد أن أتحفنا مشايخنا وقراءنا بآيات من القرآن وصوات من الشعر الجميل. ماذا تبقى لنا؟ الذي تبقى لنا هو شيء واحد فقط، وهو أن نفعل هذا القرآن في حياتنا. القرآن بعد أن يتجاوز الحناجر ويتجاوز المصاحف لابد أن يكون جزءا من حياتنا. لذلك فإن القرآن يحوي بعض القوانين التي إن لم ننتبه إليها قد نقرأ القرآن ولا نستفيد منه. ومن أجل قوانين القرآن الكريم بل أعتقد أنه أعظم هذه القوانين هو أول ما نزل. ما أول ما نزل؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. القراءة هنا ليست التلاوة، القراءة هي الجمع، أي شيء أي موقف لك في حياتك إن لم تقرأه باسم ربك سيكون مبتورا، وإن قرأته باسم ربك آخر السورة واسجد واقترب. الذي ينبغي أن ننتبه إليه أنه ليس هناك أمر من أوامر القرآن الكريم إلا وفصل القرآن كيفية تطبيقه. يعني لا تجد أمرا في القرآن الكريم يقول افعل كذا ويتركك على هواك أو يتركك تفكر كيف تطبق هذا. إذا هل نجد في القرآن كيف نفعل قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ نعم. أو كانت معي سورة الكهف، هذه السورة التي أعتبرها مستراحا في القرآن الكريم. الذي يقرأ القرآن من الفاتحة إلى الناس يصل إلى هذا المنتصف فيلجأ إلى هذا الكهف ليستمد منه من الأسرار والأنوار وليتلطف. نعم. سورة الكهف فيها طبعا عدة كنوز قد أكتب بك اثنين. الكنز الأول في تفعيل اقرأ باسم ربك الذي خلق قصة صاحب الجنتين. انظر لما تقرأ هذه الآيات ما الأفعال التي نسبها الله عز وجل إلى نفسه العين. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا فقد بدأ السقوط. هنا لم يقرأ باسم ربه، لذلك سورة الكهف حرت لفظ الرب تقريبا 32 مرة بشكل عجيب لم يرد في القرآن كله. كل القرآن لم يرد ذكر الرب سبحانه وتعالى بتلك الصيغ كما ذكر في سورة الكهف، لأنه لا يلتجأ إلى سواه سبحانه وتعالى. هذا صاحب الجنتين لما طمعنا بأنه فهم وقال ولئن رددت إلى ربي لا أجدن مش يعطيني، ما
قلت سورة الكهف ذكرت اسم الرب سبحانه وتعالى بشكل غير عادي. صاحبه لما رد عليه ماذا قال له؟ لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك قبلها أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك في اللغة تذكر به. لو ذكر الرب يمكن تعطف لكن لا هو التأكيد على ربي. ذو القرنين بنى السد ووصلت الذروة التي بها يظهر ماذا قال؟ بدأ يقول أنا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكر وكان وعده لم تنال القرآن هذا الشيء. ثلاث ألفاظ ربي ولم تعوض بالضمير في آخر السورة فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. في كل القرآن في ذكر سجود آدم إلا إبليس أبى واستكبر إلا في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هذا الذي ينتج. موسى عليه السلام لما التقى بالخضر كانت 3 مواقف ثم أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك انتقل به من الأنا إلى الرب. وهذا هو طريق السلف، هذا طريق المربين، هذا طريق الدعاء الذي يدعو إلى نفسه فقد خسر من البداية. ادعو الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى، لا تعلق الناس بك، علقهم بربهم سبحانه وتعالى. لذلك موسى عليه السلام اسمحوا لي على الاستقرار، موسى عليه السلام لما سأله ربه سبحانه وتعالى في الوادي المقدس قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال هي عصا أم هي عصاي؟ قال ألقها. كانت تعطي ايش؟ كم عندنا من عصا تعلقنا بها وتمسكنا بها كم من الذنوب التي لا نستطيع إلقاءها. فتأتي هذه القصة كرمز. قال هي عصاي قال ألقها إذا أردت أن تنسبه إليك. هذا هو القرآن الذي يعلق الناس بربهم سبحانه وتعالى. القرآن ابحث عن ربك في القرآن الكريم، تتبع كل سورة وابحث عن الله عز وجل. لا معنى لكتاب الله عز وجل إلا أن يقودنا إلى ربنا عز وجل. سورة يوسف عليه السلام من أحسن القصص، أحسن القصص، لكن تتبع فيها أسماء الله الحسنى. أول السورة من المعلم في سورة يوسف عليه السلام؟ يعقوب عليه السلام. من التلميذ؟ يوسف عليه السلام. شوف الآن كيف يعلم التلميذ المعلم تلميذه. قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك ويتم نعمته عليك كما أتم على بني من قبل. إن ربك عليم حكيم. عطاه جرعة من اسمين لله عز وجل. قال إن ربك عليم حكيم. هذه نقطة في رأس يوسف ستبتلى وتختبر سر ويعيش من هذين الاسمين بعد صفحة. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ربك عليم حكيم. الآية التي قرأها شيخنا عبد العزيز بن باز في المغرب في سورة يوسف عسى الله أن يأتيني من جميعا إنه هو العليم العليم الحكيم. لما وصلنا إلى آخر السورة وآخر المشهد ورفع أبويه على العرش أن يوسف عليه السلام أن التلميذ الذي يخاطب شيخه
يومئذ ورفع عنه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لمن يشاء إنه مشبه الأسماء العليم الحكيم. وكأن تفيد المصالح ربي جيت عليم حكيم فعلا، يعني الجرعة تتأخذها من صغاره وتعلمها للتسمية السورة كلها مبنية على هذه التسمية. فالذي قرأ سورة يوسف عليه السلام ويغيب عن العليم الحكيم وكان سورة مبنية على هذا. وهكذا في كل القرآن يعلمنا أنك مهما ارتقيت يوسف عليه السلام بلغت إن شاء الله ارتقى المرتقى هذا ورفع بنا على العرش. ماذا قال بعد ذلك؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. انظر كيف تنزل ينزل يا ربي سبحانه وتعالى، مش بشطارتي ولا صبرت وخدمت ودرت. احنا الآن نقول ندير علي والباقي على قسمة ربي قسينا. ماذا تفعل أنت؟ كيف تجعل الباقي والباقي ربي حسب عليك معنى خلاص كيف تجعل ربي؟ هذه المغالطات أخطاء تتلقى فيها في الحديث. أنت لما تشتري ثوبا خدمت وجاء الأسرة ورحت السوق وشريت وتتابعوش تروح للعوش وتجيز بالشكل ترجع السوق تشتري ترجع لما تستوجد. الحمد لله أنت كسوتني من غير حول مني ولا قوة والله أنت تسلم رب سبحانه وتعالى. فكذلك يوسف عليه السلام بعد تلك المحن والمحن قل رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. هذا التواضع. سليمان عليه السلام لما يصل إلى درجة يفهم لغة النمل فتبسم ضاحكا من قوله وقال ربي أوزعني، مش حتى ربي شكرا، لا ما فيش شكر، فهمني شكر كيف أشكرك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أصلي وأدخلني الأخرى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يوسف عليه السلام وألحقني بالصالحين. هذا مقام التعلم، أن تمحو نفسك أمام ربك سبحانه وتعالى. هذا قدر كفاية، نسأل الله ينفعنا ويرفعنا بهذا المجلس ويبارك لنا في القرآن العظيم جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم. بارك الله في الشيخ محمد الصغير وبكاس هذه الكلمة. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع تلاوة ثانية التي ينتظرها الحضور الكريم لفضيلة القارئ عبد العزيز حين يتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا
الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد هل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آمنتكم على سواء وإن أدري أقريب ما توعدون وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وما أصدق من الله قيلا وما أصدق من الله حديثا هذا كتاب ربك في البرية مشرق يحيي جهولا أو يقوم أحولا لم يكشف العلماء سر حقيقة إلا وجاء لها كتابك أولا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الحمد لله أولا وآخرا على تخرج الدفعة الثالثة دفعة طوفان الأقصى من مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن بلغنا وبلغكم أن تستمتعوا بقراء الجزائر وقراء تونس خلال يومين اثنين فباسمكم جميعا باسم رواد مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم وباسم ولاية الواد والجزائر القاطبة نقول لقرائنا ومشايخنا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء كما نشكر من صبر وجاهد معنا فضيلة القارئ بلال بن محمود الذي قدم إلينا من تونس العاصمة
نقول له طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة مقعدا ومنزلا، على أمل اللقاء قريبا كما عودناكم بافتتاح دفعة رابعة ستكون على قرابة شهر من الآن، فساهموا وجدوا في الطلب وتأكدوا أن المولى عز وجل لم يساوي أحدا مع حفاظ القرآن إلا المنفقين والمحسنين الذين قال الله عز وجل فيهم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ماذا يرجون؟ يرجون تجارة لن تبور. كما لا أنسى قبل الختام أن نترحم على من تعذر عن الحضور لهذا المجلس، فضيلة القارئ ياسين الجزائري الذي حضر معنا البارحة لكن جاءه خبر وفاة عمه، نسأل الله العلي العظيم أن يرحمه وأن يرحمنا جميعا برحمته تبارك وتعالى. قبل الختام ما يسعنا إلا أن نجدد الدعاء بعريسنا وابن حينا فارس تواتي، نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وعليهما واجمع بينهما بالخير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد مع صلاة العشاء مع فضيلة القارئ عبد العزيز السخين ليمتعنا ويطرب أسماعنا قبل سفره. وبارك الله فيكم جميعا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الطابق العلوي يرى مفتوح يا جماعة، المسجد لا يتسع للجميع. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا مستقيما يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما
يومئذ لخبير. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قدر ما تقدر